الله بجد على الصينية الجميلة، صينية القرنبيط الجميلة دي بجد. فاتك كتير لو ما تعمليش الطريقة دي، تحفة جميلة جدا. مغذية، حلوة قوي. ومش مكلفة. قرنبيط بطريقة جميلة في الفرن بالبشاميل. تعالوا نشوف عملناها ازاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم ايه من اكلات بسيطة مع ايمي. انا عندي قرنبيط هنا، بالامانة بقالها حوالي يومين 3 عندي. آه هنقطعها مع بعض وهنسلقها مع بعض، وهوريكي نقطعها ازاي. وعايزه اقولك ان رغم ان هي من الساعه، رغم ان هي بقى كام يوم عندي، تحس ان هي لسه جايه من الغيط. الحته حلوه قوي. هنشيل العروش مع بعض كده. القرنبيط من الخضار المغذي جدا، وانا بحبه جدا. طبعا بقى لا هتخلصي ازاز الزيت ولا هنقلي. الطريقه دي جميله وحلوه وهتعجبك ان شاء الله. احنا هنقطع القرنبيط مع بعض زي ما انتم شايفينها كده. بصوا بقى، انا بعمل في القرنبيط الا لما بقطعه زهره زهره كده، بحب انضف العروش الصغيره اللي بتبقى في الثمره بتاعه القرنبيطه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى انا بحط الحله لما باجي اسلق القرنبيطه، مش بحط يعني بتبقى الحله على قد القرنبيطه، لان انا بحط القرنبيط مره واحده في الحله، ما بخليش الميه تغلي كتير. عشان طبعا احنا بنحط في السليق معلقه ملح معلقه كمون. انا هعمله القرنبيط، هعمله نباتي صيامي. لو في الفطار انا بحط معلقتين لبن في ميه السليق، بتضيع ريحه القرنبيط خالص وبتخلي القرنبيط ابيض زي الشمع. لكن انا هعمله النهارده صيامي ونباتي. يعني ايه صيامي؟ يعني نباتي، ما فيهوش لا بيض ولا في لبن ولا في اي حاجه. انا زي ما انا بقولك هنا، بقولك الحله يا دوبك على قد القرنبيط، بحطها حطه واحده. بتاخد في السليق من حوالي 5 دقايق ل6 دقايق، ما بيزيدش عن كده. ميه تسخن تغلي ونحط زهرة طبعا احنا هنقطعه، بشطفه في ميه جارية وبسلقه. انا اختصرت الفيديو وسلقته وجيت وريته لكم هنا اهو. قطعت الثمرات بتاعه القرنبيط لوقت الفيديو بس. قطعته كله وهوريك انا بقطعه ازاي. بفككه خالص، بخلي الثمريه صغيره لان احنا هنعمله في الفرن مش هنقليه طبعا زي ما احنا قلنا. تمام. تعالوا بقى هنا للخضار اللي انا هعمله للقرنبيط. معايا هي بصلايه كبيره انا مقطعاها، معايا جزرايه مبشوره، معايا طماطمايه كبيره، معايا فلفل اخضر وسبايسي، فلفل رومي وقرن سبايسي، معايا خضره مشكله. معانا هنا راس توم صغيره مفري طبعا، لو عندك سيح ماشي. معلقه هريسه صغيره. تاني معايا بصلايه، طماطمايه، لو عندك فلفل الوان يبقى خير وبركه. انا عندي رومي وحطيت عليه قرن حامي وخضره مشكله، وعندي جزرايه مبشوره. تمام. تعالوا بينا بقى على البوتاجاز شوف هنعمل ايه. انا هنا جبت الطاسه، حط فيها معلقتين زيت. انا عايزه اقول لكم سامحوني لان كنت بصور والكاميرا كانت كانت معوجه مني. حط معلقتين زيت. طبعا احنا متفقين ان هنعملها نباتي. انت هنا ليكي حريه الاختيار، عايزه تحطي سمنه حطي. واقول لك على البدائل اللي انا بعملها في النباتي، انت عايزه تعمليها بالبدائل التانية ايه. تمام تمام. نزلت بالبصله. انا هنا البصله مش هحمرها ومش هصفرها، يا دوبك تدبل. يعني ايه تدبل؟ يعني تبتدي يعني تخش بصفار خفيف كده. تدبل بس، يعني تشم النار وتدبل. مش هحمرها ولا يعني مش هسويها بمعنى الاصح. انا الخضار كله هنا هديله تشويحه، كل حاجه هنزلها هنديها تشويحه. ليه؟ لان هاخد التسكيره بتاعتها في الفرن. تمام. هنزل هنا بالثوم والهريسه، بمعلقه الثوم الكبيره او راس ثوم والهريسه معلقه هريسه. والهريسه اختياري، يعني عايزه تحطيها تحطيها، بس هي بتدي تست حلو للاكل.
هدي تشويحة برضو لغاية ما اشم ريحة التوم، وهنزل بالجزر. والجزر برضو هنا بيدي تذكيرة حلوة للوصفة دي. والخضار اللي تحبيه حطيه، انا بديك الفكرة وانت اشتغل. تمام. هاخده برد تشويحة وهنزل بالطماطم. كل ده على نار عالية. تمام. هدي تشويحة بسيطة للطماطم، هديها تقليبتين، وهنزل هنا بقى بالقرنبيط. شايفين القرنبيط متقطع صغير ازاي؟ قطعيه قطع صغيرة على قد ما تقدري. ولو لقيتي حتة كبيرة وانتي بتقلبي قطعيها برضو مش مشكلة. الفكرة ان هي بتبقى في الصينية تبقى حتة واحدة بس، طبعا عشان لما نيجي نقلب ما تبقاش مكلكعة، تبقى سهلة في لما تيجي تقلبيها يعني. هديها تقليبتين برضو، واحطها انقلها على العين الصغيرة، وهدي عليها خالص. انا هقربها لكم هنا على العين التانية اهي. انا بوريكم هنا الدقيق، دول 5 معالق دقيق للبشاميل. هنعمل هنا البشاميل على البارد. معايا هنا لتر لبن، ده لبن جوز الهند. انا بجيب لبن بودرة من بودرة جوز الهند من العطار. وهقولك على البدائل دلوقتي معايا للنباتي وللي مش نباتي. ده 5 معالق لبن بودر جوز الهند عليهم لتر مية. الكوباية دي لتر مية، شفشق ده لتر مية. تمام. لو هتجيبي جوز هند من عند العطار هتجيبي القشور، يبقى كوباية جوز هند قشور من عند العطار، هتحطيها على لتر مية وتسيبيها على البوتاجاز تغلي لمدة 3 دقايق، وبعد ما تغلي وتبرد تضربيها في الخلاط. عايزة تصفيها صفيها، مش عايزة تصفيها تحطيها كده برضو، خير وبركة. وممكن البدايل بقى هنا، ممكن تستعملي اللبن بتاع اللبان اللي هو اللبن الدسم. ده في حالة انت مش هتستعمليه صيامي، لكن احنا عاملينها صيامي نباتي خفيفة. تمام. يبقى احنا قلنا هنا على البدايل. وهنا انا هحط زيت، عايزة تحطي سمنة براحتك. هقلب الاول، انا كده هولع البوتاجاز، لان كل ده بقلبه على البارد. بنعمل بشاميل على البارد. يا رب هنا كنت ولعت البوتاجاز. هحط هنا 4 معالق زيت. عايزة تحطي 5 6 حطي، بس انا استكفيت بالاربع معالق. وهقلب. انا كده كنت ولعت البوتاجاز. طبعا هفضل ايدي فيها كده عشان ما تكلكعش. وعايزه اقول لكم البشاميل اللي على البارد بامانه بيبقى خفيف وتحفه. انا بعمل ده وبعمل ده، بس في الاكلات اللي هي الصيامي انا بحب البشاميل اللي بيبقى على البارد، بيبقى حلو جدا. ده خلاف بقى البشاميل بتاع المكرونه اللي بنقدح له الدقيق، ده بيبقى حاجه تانية. هفضل اقلب كده فيه لغايه ما يشكل معايا. تمام. افضل اقلب فيه كده لغايه ما اللبن يغلي معايا، يبقبق معايا. هنا هحط كيس مرقة خضروات. لا، هنا بقلب الاول القرنبيط، معلش سامحوني. انا كده مهديه النار عليه. انا هنا لسه ما حطيتش في القرنبيط الخضره ولا الفلفل، حطهم اخر حاجه. وهنا في البشاميل انا اوريكم حطيت كيس مرقه خضروات او مكعب خضروات، المتوفر عندك حطيه، بيدي تيست حلو قوي البشاميل. وهحققها طبعا معلقه فلفل اسمر وحبه ملح، لو عندك فلفل ابيض يبقى خير وبركه. انا بوريك هنا سمك البشاميل حلو قوي.
هنحط هنا معلقة فلفل اسمر، معلقة صغيرة، وهحط الملح. الملح طبعا حسب الرغبة. تمام. انا بوريكي هنا هنقل بقى الصينية هنا الطاسة. هنزل هنا بالفلفل والخضرة. طب انا ليه حطيت الفلفل في الاخر والخضرة؟ عشان تديني تيست حلو قوي لما اجي احط خليط الخضروات ده كده في الصينية. انا مش عايزة الخضرة تدبل ولا الفلفل يدبل، ياخدوا بس تقليبة. هنحيقها هنا معلقة كزبرة، معلقة حلوة كده كزبرة، معلقة قرنبيط، يبقى كمون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل. انا بوريك المعلقة اللي انا بحيق اللي بحط بيها التوابل صغيرة جدا، فبحط منها معلقتين صغيرة جدا. والملح طبعا حسب الرغبة. تمام. هديله تشويحة صغيرة بتاع نص دقيقة وهطفي عليه. انا بقولك هنا نص دقيقة، اقل من نص دقيقة، شرب من بعضه كله وهطفي عليه. شايفين الالوان وجمالها؟ تعالوا بقى نحط في الصينية الحاجات دي كلها نطبقها على بعض. انا هنا الصينية دهنها دهن زيت خفيفة. هحط هنا مغرفتين من البشاميل. تمام. وهنزل هنا بقى بالقرنبيط. عايزه اقول لكم الخلطه بتاعه القرنبيط تحفه تحفه، ريحتها تجنن بجد. اكله حلوه. عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي في الساعه اللي احنا فيها دي، كانت جميله. تتاكل سخنه كمان، بتطلع من الفرن تتاكل على طول. انا هنا حطيت القرنبيط كله. تمام. هنزل هنا بقى بالبشاميل. البشاميل بتاعنا هنا لا خفيف ولا تقيل. انا مش عايزاه تقيل طبعا، عشان ايه؟ ما تبقاش. هسه دي مش مكرونه، إيه مش مكرونه دي. يعني القرنبيط بالبشاميل بيبقى عايز البشاميل فيه جوس شويه. تمام. هنمسح بقى البواقي اللي من على الصينيه كده، اي حاجه وقعت مني همسحها. انا كده حطيت البشاميل كلها. وهنا بوريك اللي انا خلصت البشاميل اللي في الحله، يا دوبك على قديهم بالظبط. هنا ليكي حريه الاختيار، دخليها الفرن كده او تحط لها سوري، جبنه موتزاريلا. بما انها صيامي ونباتي، انا كنت جايبه جبنه موتزاريلا عشان صيامي عشان ولادي بيحبوا. عايزه تستكفي بكده وما تحطيش الجبنه الموتزاريلا الصيامي، هترش عليها رشه زيت خفيفه وشعره فلفل اسمر. او لو هتحط عليها، لو في الفطار هتحط معلقه سمنه. لكن بما ان انا جايبه الجبنه الموتزاريلا، هنحط الجبنه الموتزاريلا، بتديها طعم حلو قوي. وعشان تاخدي مطه من الجبنه الموتزاريلا
اذا كانت صيامي او فطاري لازم تحطيها بدرجة حرارة المطبخ، ما تبقاش مجمدة او ما تبقاش فيها حتة برودة شوية. تمام. شايفين يعني جميلة والخرطة بخرطتها ازاي. هندخلها طبعا هندخلها في رف اوسط على درجة حرارة 200. بتحمر من الجناب، اول ما تلاقيها احمرت من الجناب كده بتطفي عليها الفرن، شغلي عليها الشواية تاخد لون وتحمر ونطلعها. هتشوفوها معايا اول ما تطلع. وهنا لما طلعت، الله على الجمال، الله بجد على الجمال والريحة، مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. قال كان الطعم تحفة بجد، تحفة تحفة تحفة. جربي الطريقة دي، حلوة خفيفة جميلة بجد، فاتك كتير لو ما عملتيش الطريقة دي. جميلة وحلوة وطعمها بجد بأمانة خرافة خرافة خرافة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك ولايك وسبسكرايب للقناة. هنا بقولك ان اللبن البودرة انا كنت جايبه حوالي ربع كيلو، ده اللي اتبقى منه، بس بجد بأمانة تحفة من اي عطار. بجد جميلة وحلوة، شايفين شكلها تحفة تحفة، تنفعك في اي عزومة، تنفعك على سفرتك في رمضان برضو لو حبيتي تعمليها تحفة. اقول لكم باي باي، سلام.